يعني النهارده هنشرح حاجة حلوة اللي هو ازاي تفهم الامباكت الثغرة بتاعتك. طبعا ربنا كرمك ولقيت ثغرة، ازاي تفهم بقى الامباكت بتاعها. تعالى نبدأ بمثال بسيط. فرضا انا لقيت ثغرة الاقي بيها اكونت تيك اوفر لاي اي كلاود. جميل جدا، بس في كام شرط بسيط اوي. يعني الاول ان نفتح الساعة 12 دقيقة، المستخدم يفتح 12 دقيقة، يفتح عن طريق سفاري، ما يكونش عنده ادجارد، ويفتح اللينك بتاعي. جميل خالص. بس لما هيعمل كل ده انا اقدر اخد الحساب بتاعه. دلوقتي بقى انا لو دخلت على السي في اس اس وكتبت الكلام ده كله، انا هاخد هاي 8.3. لو روحت بلغت الابل انا هاخد ان ايه او لو. للاسف ليه بقى؟ ان انا باختصار، رغم ان الامباكت خطير جدا، حلو، رغم ان كمية الكونديشنز دي كتير جدا، فانت لازم تخلي بالك من دي نقطة ناس كتير بتقع فيها. لو اشوف السي في اس اس هاي كريتيكال بفتكر كده، ما بتغاضى عن كمية الكونديشنز والحاجات اللي الثغرة بتاعتي محتاجة عشان تتم. فاحنا مثلا دلوقتي عشان نفهم اكتر يعني الموضوع، ان احنا عايزين ورقة صغننة. فرضا الثغرة بتاعتك دي تكتب الامباكت النهائي اللي هو اكونت تيك اوفر. شوف بقى الكونديشنز بتاعتك، تمام، شوف هما كتير ولا لأ. اول حاجة هما كتير، محتاج افتح 12 دقيقة اللينك بتاع الاتقر. طبعا نسبة ان ده يحصل لوجو، يعني نسبة ان افتح سفاري على الايفون طبعا غالبا افتح مكونش عندي ادجارد. اكيد بنسبة نوعا ما مش هيكون عندي ادجارد، وافتح صفحة اتقر ممكن يضحك عليا باي شكل وافتح صفحته. بس الكومباينيشن ده صعب جدا، فبيخلي رغم ان امباكت الثغرة عالي، بس هي في الريل وورلد ما بيحصلهاش اي حاجة، مفيش طريقة عملية ان انا استغلها. فرغم ان السي في اس اس عالي ورغم الكلام ده كله، هي مش هتتقبل بقى. طب ناخد مثال تاني حلو، مثلا شات جي بي تي. لقينا في نفس الثغرة اقدر اخد فيه، بس كل الكونديشن ان انا ادوس على الاتاك اللينك بتاعه بس. فدي ثغرة تكون مقبولة. ليه؟ ان الكونديشنز اللي محتاجة قليلة، تمام، وان نسبة انها تحصل عالية. لما ما تجيش تقولي انا معايا اتاك او بج، بس محتاج اليوزر يخش يقفل اعداد كذا من صفحة كذا اللي هو غالبا مش هيفتحها عشان يحصل. احنا كده بنهزر مع بعض. دلوقتي بقى تعالى نشرح بقى السي في اس اس، نشرح السكورنج بتاعه. طبعا انا شرح شات جي بي تي اللي هو كده يعني عشان نعمل السكرين شوت دي احنا شايفينها. المهم بعد عن الرغي، يلا بينا. ده اتاك فيكتور، تمام. ده لو احنا عن طريق الشبكة، يعني بخش على ويب سايت بكتب بيلود، ببعت لك لينك، كلام من ده. فعن طريق النتورك لو ادجيسنت، لو في اي نوع من الارتباط بين جهازي وجهازك، تمام. يعني ممكن تتابعنا في شبكة الواي فاي، رابطين اجهزتنا بلوتوث، الكلام ده كله. لوكال لما في سوفت وير انت حاطه، السوفت وير ده بتاعي، تمام، خليتك تفتح برنامج بتاعي، او سوفت وير ده انا بتحكم في بطاقة المملأ البج جواه وايا يكن. عشان نلاحظ ان في اس اس ده يعني برضو هو لثغرات الاتاكس ولا اكتر من حاجة. مهم فيزيكال، اللي انا قادر اخد جهازك في ايدي كده، قادر اشيله وامشي عادي. ده كومبلكسيتي بقى، هي دي النقطة، ان في اس اس شايف كل ده. فكرة إن بيختصر كل ده ان اتاك كومبلكسيتي هاي. وخلينا واقعيين، الشركات مش بتاخد قوي بالكلام ده. فهو لو انا كل اللي محتاجه مثلا حاجات قليلة، يعني مستخدم يدوس على اللينك وخلاص ندوسه، ده لو. انما لو محتاج حاجات كتير، مستخدم يخش على صفحة كذا في كذا، يقفل اعداد كذا، زي المعين قوي ده اللي هو مش هيخش يعمله، فطبعا هاي. يعني حسب كمية التعقيد اللي محتاج ثغرة عشان تتنفذ ومحتاجها مستخدم عشان يعمل. ايه بقى الصلاحيات المطلوبة؟ الصلاحيات المطلوبة بالنسبة للأتقر، يعني لا مش بالنسبة للمستخدم. يعني الأتقر مثلا فرضا هنقول انا هخترق شات جي بي تي النهاردة، فهل انا محتاج ان انا يكون عندي حساب من غير اي صلاحيات؟ اه، فهنا لو.
لو مش محتاج حساب اصلا يبقى نون. لو محتاج حساب حد موظف ويكون صلاحيته عليها فهاي. طب هل انا محتاج تفاعل من المستخدم؟ لو انا محتاج هدوس مستخدم يدوس على لينك مثلا. لو مش محتاجين هندوس لا. السكوب دي بقى نقطة مهمة عشان دي بيحصل فيها مشاكل. السكوب ركز بقى ان ده بيعتمد على الكلام ده. لو اتشنجت يعني مثلا احنا شفنا في الثغرة دي البراوزر باستعماله انا طلعت للاي كلاود، انا اقدر دلوقتي اتحكم في الاي كلاود. فهو انا السكوب اتشنجد اللي انا عن طريق حاجة رحت لحاجة تانية. انما شات جي بي تي انا السكوب بتاعي ما اتغيرش، انا ما طلعتش من شات جي بي تي، انا قدرت اخد الحساب بس. دوسنا على لينك في اوبن ريدايركت مثلا وخدت الحساب وخلاص عن طريق ان في توكن نجيش. المهم بقى ركز بقى احنا بنحسب بقى الكلام ده ازاي، اللي هو سي اي اي تريد كونفيدنشال انتجريتي وافيبيلتي والكلام ده حسب السكوب. لو السكوب اتشنجت فانا بحسبه على الحاجه اللي وصلنا لها. انا مش بحسب هنا، انا الصغر ده مش بحسب هنا على سفاري لا خالص، انا بحسب على الاي كلاود اللي انا قدرت اوصل له بالسكوب. يعني بعد ما اتغير ووصلت له انا بحسب بكده. فالكونفيدنشاليتي تبقى طبعا هنا هاي، اللي هي اساسا فكره انا اقدر اقرا البيانات. يعني انا بعد الاتاك ده اقدر اقرا حاجه المفروض ما اقراش. لو ما اقدرش اعمل كده، لو اقدر اقرا حاجات بسيطه لو هاي، لو اشيل الشيله كله طبعا هنا هاي انتجريتي. هل انا اقدر العب في حاجه؟ لا اقدر مثلا امسح ايميل، امسح صوره او بين قوسين كده اعدل فيهم. معلش نعدل فيهم تمام، نعدل فيهم. يعني نقدر نعدل حاجه عشان توصلك معلومه غير المفروض توصل. طبعا انا اقدر اعدل كل حاجه. availability وانتجريتي من ابو اخر ان المعلومه توصلك زي ما هي. يعني لو بعت لك هاي توصلك هاي، مش توصلك اللي انا بشتم مثلا. ممكن تتحسب بالمنظر ده. availability هل انا اقدر بطريقه ما امنعك من انك توصل اساسا للحساب؟ أنا اقدر اغير باسورد واطردك منه امسحه. لو انا اقدر اعمل حاجات قليله انا اغلس عليك بس تقدر تكلم خدمه العملاء مثلا وتاخده حاجه خفيفه. فلو مثلا لو انا اقدر امسحهولك تماما، ليك بطاقة الماما متوصلوش خالص. فهنا هاي. ف بس طبعا نختار نتورك، نختار interaction، نختار هنا هاي. بس بوينتس زي ما احنا قلنا. ده الجدل ده المشكلة اللي عملناه من شوية مع بعض هنا. فملخص الموضوع يعني شوف التأثير النهائي، شوف الكونديشنز، شوف فكرة نسبة انها تحصل عشان تاخد فكرة هل التأثير ده هيحصل ولا لأ. عشان ما تجيش تاخد ان ايه يعني ممكن تتعصب بس على كده. يعني لو اتمنى لو الفيديو كان حلو يعني لايك واشتراك ومع السلامة.